هو فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يقعدنا في البيت؟ خليني اقول لك انه ممكن يساعدنا ان احنا نعمل اوتوميشن لحاجات معينه ويساعدنا نخلص شغلنا بشكل احسن، لكن طبعا مش هيقدر يحل محل الانسان في الوظائف اللي بتحتاج للابداع والتفكير في المواقف المختلفه. ده الكلام اللي احنا بنقوله عشان نطمن نفسنا من السؤال اللي بيهدد مستقبل ناس كتير. خد دي كمان الاجابه على السؤال ده، انا اصلا جايبها من شات جي بي تي اللي شغال بالذكاء الاصطناعي. في البدايه الذكاء الاصطناعي كانت وظيفته تحليليه اكتر، تديله شويه داتا يحللها فيطلع نمط يقدر يربط الداتا دي ببعضها ويطلع لك نتيجه ممكن تساعدك، زي فيديوهات التيك توك كده اللي بتطلع لك على حسب اهتماماتك والحاجات اللي انت بتتفرج عليها. لكن الحاجه اللي بتميز الانسان انه ممكن يبدع ويطلع لك حاجه جديده، فممكن يعبر عن افكاره بمقالات، شعر، رسومات، يكتب كود. لكن الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي دخل على الشغلانه دي كمان. فمن 2014 ظهر مفهوم جديد في الذكاء الاصطناعي هو الجينيريتيف اي اي، وهو ان الكمبيوتر ممكن ينتج لك حاجه جديده بدل ما هو بس بيحلل حاجه موجوده. والجينيريتيف اي اي قايم على شويه تقنيات زي ال ام، واللي منها يقدر يفهم معنى الكلام على حسب السياق وترتيب الكلمات. وعندك تقنيه الديب ليرنينج، واللي بتخليه يقدر يحلل كم ضخم من البيانات ويربط ما بينها باستخدام تقنيه النيورال نتورك. فلك ان تتخيل ان الاصدار الثالث من شات جي بي تي اتدرب على 45 تيرا بايت من البيانات. وفي 2022 حصل تطور رهيب في مجال الجينيريتيف اي اي لما بقت تطبيقاته متاحه للناس. وفي نوفمبر 2022 اصدرت شركه اوبن اي اي الشات بوت اللي مكسر الدنيا، شات جي بي تي، واللي في اسبوع واحد بس عدى المليون مستخدم، ومتوقع في نهايه 23 يوصل لمليار مستخدم. عايز اقول لك ان فيسبوك قعدت 8 سنين عشان توصل لمليار يوزر. ومن ساعه ما نزل شات جي بي تي والناس في ذهول من امكانياته، وده لانه بيقدر يفهم الاسئله اللي بتتكتب له بشكل قوي جدا، وبيرد باجابات نموذجيه وبطريقه تشبه البشر وفي مجالات مختلفه بشكل مجنن الناس. فلو طلبت منه يكتب لك كود هيديلك، اسئله في البيزنس هتلاقي، اسئله شخصيه مش هيمانع، لدرجه ان الناس بدات تعتمد عليه في السيرش بدل جوجل، وده اللي مجنن جوجل دلوقتي. والجينيريتيف اي اي ما وقفش عند شات جي بي تي، فنفس الشركه اللي عاملاه اوبن اي اي عامله دال اي، وده نسبه للفنان المشهور سلفادور دالي، وده بقى بيحول الكلام لصور، ومش صور عاديه، دي صور فنيه بنت لذينه، فيقدر يطلع لك صور بنفس ستايل فنانين كبار زي فان جوخ في ثواني. والجينيريتيف اي اي داخل بقوه في مجالات تانية كمان. عندك مجال زي الكونتنت كرييشن والكرييتيف رايتنج اللي بيعتمد على الابداع في الكتابه، فده كمان دخل فيه برضه. وعندك موقع جاسبر اي اي، واللي بيقدر يكتب لك مقالات ويعمل لك بوستات سوشيال ميديا ويكتب لك ايميلات بطريقه ممكن تعتمد عليه فيها. وفي مجال البرمجه عندك شات جي بي تي يقدر انه يفهم اللي انت كاتبه ويحوله لك لكود باللغه اللي انت عايزها، وممكن كمان تديله الكود بتاعك فيطلع لك الاخطاء الموجوده فيه ويقترح لك كمان تعديلات عليه، ويقدر كمان يعمل لك دوكيومنتيشن عظيم جدا للكود بتاعك. ومجالات كتيره بيدخل فيها الجينيريتيف اي اي يوم بعد يوم، زي الفيديو اديتنج والجيمنج وغيره وغيره. طب ايه ضلمت كده مش هنلاقي شغل خلاص؟ لغايه دلوقتي ممكن اقول لك بالعكس، فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعدك انك تشتغل بفعاليه اكبر. فالنتائج اللي بيطلعها لك دلوقتي ممكن تعتبرها ان هي نسخه اوليه تبني عليها وتنجز لك وقت جامد، لكن لو اعتمدت عليه بشكل كامل هيسوحك، لان الداتا اللي بتطلع ممكن يكون فيها اخطاء ومش ابديتد، لان الداتا اللي بيطلعها دي هو اتعرف عليها من الانترنت، ومش كل الداتا اللي على الانترنت صح. انت اصلا لو بتاخد منه الحاجه زي ما هي وما بتشغلش دماغك يبقى تخاف، لان هو اوريدي استبدلك يا معلم. بس عشان ما اكونش بضحك عليك، فمن المتوقع في 2025 اللي هو بعد 3 سنين يعني، ان الكمبيوتر يقدر يكتب احسن من الانسان العادي، وفي 2030 متوقع انه يستبدل الانسان بشكل كامل في وظائف معينه. فتخيل معايا كده واحد في عقله كل الداتا اللي موجوده على الانترنت، وعنده قدره رهيبه انه يحللها ويربط ما بينها ويستنتج حلول في اجزاء من الثانيه. فبصراحه كده موضوع يخوف.